ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل الجمال ده النهارده. مش عايزه اقول لكم انها خطيره 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 بجد، وطعمها تحفه، وهتنفعك ان شاء الله في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان عايز كل يوم اكل. تعالوا نشوف الوصفه، نشوف الجمال ده عملناه ازاي. البطاطس المحشيه مفرومه، لحمه مفرومه. هنجيب البطاطس طويله شويه وتكون صغيره زي ما انت شايفه بالشكل ده. هنقشرها واغسلها واجيبها لكم زي ما انتم شايفين كده. غسلتها، قشرتها وغسلتها. طبعا هنقطع بقى الجزء، نعمل قاعده للبطاطسايه ونعمل مكان ما هنقور. واعذرني بقى عشان انا صوتي متغير عشان البرد. عافاكم الله يا رب. هنقور بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل ده اهو. وما تحاوليش ان انتي ترققيها او تخليها كده مليانه وتبقى ايه فيها لحم البطاطس بتاعتها. تمام تمام. اهي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وانا عملت لها القعده عشان تقعد معاكي ما تتوقعش كده ولا كده. هعمل معاكم كمان واحده. عايزه اقولك انها هتنفعك جدا على سفره رمضان. جميله قوي وتحفه قوي ومشبعه ومش مكلفه والله ولا حاجه يا جماعه. يعني ممكن تعمليها بربع كيلو لحمه، ممكن تعمليها بنص كيلو لحمه، حسب عدد افراد اسرتك واللي هيكفيك. تمام تمام. هنعمل بقى البطاطس كده نقورها، وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. التقوير ده انا مش هرميه. اللي طالع من البطاطس ده انا مش هرميه، طبعا دي بطاطس مش هرميها. هحط البطاطس بقى في ميه وملح كده واسيبها 5 دقايق. وهنروح نعمل اللحمه المعصجه بتاعتنا عشان اللي هنحشي بيها البطاطس. انا معايا طبعا كميه لحمه انا هفرزها، هعمل منها البطاطس والباقي هفرزه عشان ان شاء الله تنفعني في رمضان. تمام. هتعملي بقى صينيه جلاش، هتعملي مكرونه بشاميل، هتعملي اي حاجه هتنفعك بقى تطلعيها. هتبقى جاهزه معاكي على طول على الفرد. تمام. هتسخنيها وتفرديها في الصينيه. وعملنا الصلصه بتاعتنا، توم وبصل وصلصه وطماطم وبابريكا. تمام تمام. طبعا انا حطيت التقوير بتاع البطاطس في ميه وملح اهو. والبطاطس طبعا صفيتها من الميه بتاعتها عشان ما تطرطش معايا في الزيت وتحرق ايدينا. لازم نصفيها كويس ونقلبها على الفتحه بتاعتها دي التقوير ونسيبها تنشف. تمام تمام. هنحمرها بقى في الزيت، زيت يكون سخن زي ما انت شايفه كده بالظبط. وانا مش هديها لون، انا بس مجرد ان هي هتغير لونها بدل الابيض تبقى مصفرة كده. وهنطلعها على طول اهو زي ما انت شايفه كده. بتبقى نص تسويه. وهتكمل تسويتها في الصلصه والصوص اللي احنا هنعمله لها ان شاء الله. تمام تمام. هنصفي بقى البطاطس بتاعتنا كده من الزيت. وهنروح بقى نكمل اللحمه، نشوف هنعمل معاها ايه. انا عندي هنا كده بقى اللحمه نشفت ميتها خلاص. تمام. طبعا ما بتحطلهاش البصل دلوقتي الا بعد ما تنشفي ميتها خالص، ما يبقاش فيها ميه خالص. بعد كده بننزل بالبصل المفروم. وانا عامله طبعا كميه بصل عشان مقدار اللحمه. وهنقلب البصل كده لحد ما يدبل خالص معانا. واحنا لسه ما حطيناش ملح ولا توابل ولا اي حاجه. هنا دبل البصل. هحط بقى معلقتين صلصه، كنت حاطه معلقه ودي معلقه كمان. وهنقلب الكلام الجميل ده. ومعلقه الصلصه دي هتخلي لونها حلو قوي. تمام تمام. وهنزل بكوبايتين ميه مغليه عشان اكمل سوى اللحمه والبصل. كملنا سوى اللحمه والبصل خلاص ونشفت. هنزل بفلفل وهنزل بالتوابل بتاعتي والملح. والمقطع بتاع التوابل قطع معايا معلش، بس انا حطيت قرفه، نص معلقه صغيره قرفه. وبهارات لحمه وكركم، لا بابريكا والملح بتاعنا. تمام تمام. وكده بقى العصاج بتاعنا جاهز. وهنكمل تسوية البطاطس بتاعتنا اهي. وكمان هنحمر بقى اللي طلع من البطاطس اهو. طبعا انا صفيته من المية والملح وسبته ينشف برضو. وهنجيب الصينية بتاعتنا بقى، هنحط فيها كبشتين كده صلصة. وهنزل بالبطاطس بتاعتي اللي انا حمرتها اللي هي التقوير بتاع البطاطس. هنزل بقى في الصلصة كده. ودي هتبقى فرشة للبطاطس. وعايزة اقول لكم ان طعمها هيبقى خطير. الصوص بتاع البطاطس مع الصلصة هيبقى جميل جدا جدا جدا. هتحبوه عن البطاطس المحشية كمان. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة. وكمان قطعت بصلاية صغيرة كده شرايح اهي.
في الصينية على البطاطس كده والصلصة. وهنبتدي نحشي اللحمة بتاعتنا بقى في البطاطس اهو زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة. صينية هتبقى جميلة جدا وتحفة، وهتبقى هتشرفك في افطار رمضان. لو عندك عزومة، عندك حد قريبك، هتبقى جميلة جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير بصحة وسعادة، ويا رب يجعله رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. صلوا بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ أكلات مصرية. هنا كملت حشو البطاطس اهو زي ما انتم شايفين كده، حشناها وخلصت. هنا بقى انا زودت الصلصه بتاعتي طبعا ميه بتغلي عشان تبقى خفيفه معايا، مش عايزاها تقيله، هي تبقى خفيفه كده زي الصلصه اللي بتسقيها لطواجن المكرونه بالظبط كده اهي. هنحط كده بقى نملى الصينيه الصلصه على البطاطس، وبعد كده نحط الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا علشان يبقى شكلها حلو كده وتديكي مطة حلوة كده. وهندخلها الفرن، هتقعد معاكي حوالي ربع ساعة. هي طبعا البطاطس نص سوا، وهتاخد معاكي ربع ساعة في التسوية مع الصوص في الفرن كده بالشكل ده. بتشغلي من تحت الأول، وبعد كده بتشغلي عليها الشواية تاخد وش اهو زي ما انت شايفة كده بالطريقة الجميلة دي. لو وصلتي معايا لحد هنا اشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب يجعله رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وينصر إخواتنا في غزة وفلسطين يا رب العالمين، ويجعل مصر آمنة مستقرة وأهلها آمنين سالمين يا رب العالمين. خلاص خلصنا السفرة بتاعتنا، البطاطس وجنبها رز بالشعرية وجنبها لحمة محمرة. وما تنسوش طبق اللفت الجميل ده اهو. وطريقة اللفت انا عاملاها في القناة، لو حابة تخشي تشوفيها تبقى جميلة جدا معاكي، مش هتبطلي تعملي لفت بالطريقة الجميلة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اتفضلوا معانا يا رب بألف هنا وشفا للي أكل، وبألف هنا وشفا للي هتعمل الوصفة وتدعي لي دعوة حلوة. شايفين الجمال بقى؟ أنا هنا بقى هوريكم إزاي البطاطس دايبة. الله الله الله، وشكلها تحفة يا جماعة. شايفين دايبة دوب، والصوص اللي فيها البطاطس مع الصلصة جميلة جدا مع البصل، تحفة خرافة يا جماعة. شايفين الجمال وشايفين الطعامة، الرز مفلفل وجميل واللحمة طعمها تحفة وريحتها حلوة جدا. تحطي نص معلقة قرفة أو ربع معلقة قرفة على العصاج بتاعك، هيوديلك الخلطة في حتة ثانية خالص. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.